أزمة جديدة للكابتن حسام حسن، والنادي المصري بيقرر إن هو يقاضي الكابتن حسام حسن في المحكمة الرياضية الدولية. أزمة كمان نظام الدوري الجديد اللي محدش راسيله على حل ولا وضع ولا فاهم صورته وإيه الجديد في الموضوع، والنادي الأهلي بيعمل شراكة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا عشان كالعادة يبقى القائد والسباق في كل المجالات. وأحمد فتوح النهاردة بيفرج عنه بكفالة وميعاد الحكم النهائي وربنا يسترها في الموضوع. اهلا بيكم في استوديو الكوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبتدي ما تنساش تصلي على خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. ازمه كبيره ما بين الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن والنادي المصري. في خلاف حصل في الفترة انتهى في شهر مايو 2023 لما كان الكابتن حسام حسن والجهاز الفني بتاعه وطبعا من ضمنهم الكابتن ابراهيم حسن حصل في تطاول لفظي وعلى إدارة النادي المصري وعلى بعض اللعيبة، وحصل ان في شكاوى من اللعيبة ان هم عايزين وبيطالبوا مجلس الإدارة بفسخ عقودهم بسبب الطريقة الغير مقبولة والتطاول واللفظي وأفعال وتفاصيل من الجهاز الإداري والجهاز الفني للنادي المصري على اللاعبين. ادى الامر ان وصل ان الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن يعني غلطوا او سبوا مجلس اداره النادي المصري، وعلى الفور النادي المصري اخطر الكابتن حسام حسن باعفائه او اقالته. والنادي المصري بيقول النقطه الفاصله بقى ان هو ما اختارش الجهاز الفني ان هو تم اقالته. هو قال لك احنا منحنا الجهاز الفني مهله او راحه لحين ترتيب الامور وترتيب الكروت ايه اللي هيتم الوضع. بعدها الكابتن حسام حسن راح مقدم شكوى في اتحاد الكوره بيطالب بمستحقاته، وان النادي المصري فصله فصل تعسفي وان ليه مستحقات معينه، وبدا الخلاف والجدال. والكابتن ابراهيم حسن يطلع يقول لك احنا هنتكلم مع الاتحاد المصري ان هو يوقف قيد النادي المصري حين سداد مستحقاتنا، وكلام كتير رايح جاي. وصل ان نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري قال احنا هنوصل الامر ومش هنسكت عن حق النادي المصري وحق جماهيره وادارته، وهنوصل الموضوع للمحكمه الدوليه عشان تبت في الامر وينهي الامر دوت تماما. زي ما الكابتن حسام حسن بيطالب بحقوقه لازم نحافظ على حقوق واداره مجلس اداره النادي المصري. باختصار ده موضوع الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن مع اداره النادي المصري. عندنا بقى الموضوع الثاني، النادي الاهلي بيتعاقد مع سبيشال جروب. سبيشال جروب دي شركه متخصصه ومتطوره في التطبيقات الخاصه والمدعومه بالاي اي في التخصصات الطبيه. باختصار الشركه دي هتسهل على النادي الاهلي برامج استشفاء معينه. برامج الاستشفاء ديت هيبقى دورها ان هي تقلل الاوزان والاحمال والاصابات وخطوره الاصابات اللي ممكن تحصل على اللعيب. ايه اللي بيتم؟ اللعيب بيلعب المباراه من هنا ممكن ما يعملش استشفاء بشكل كويس، فبالتالي يكون ان هو محتاج راحه معينه او برنامج استشفاء معين ما بيقدرش بالنظر العادي او بالتطبيقات النظاميه العاديه او بالانظمه المتبعه دلوقتي في تكنولوجيا. فبالتالي الموضوع الروتينيه او الحاجات الاعتياديه ما بقتش مقبوله، وبقت دايما مع ضغط المباريات اللي عند النادي الاهلي بالذات بيلعب مباريات كتيره جدا في موسم تتعدى ال 50 مباراه. فهو موضوع صعب جدا جدا جدا. لعيبته بتلعب 50 مباراه في الموسم مع جماعه ماتشات منتخب وخلافه. فبيلعب تقريبا كل 3 ايام مباراه، يعني بيلعب مباراتين في الاسبوع. والموضوع بيبقى صعب جدا، وفي اوقات ممكن يضغط اسبوع يبقى لاعب 3 مباريات، يعني بيلعب حوالي في الشهر تقريبا ممكن يوصل ل9 او 10 مباريات. فرقم فلكي، رقم صعب على النادي الاهلي خصوصا في ضغط المباريات. الشركه اللي هي سبيشال جروب بقى هتقدم برامج معينه باجهزه معينه وتفاصيل معينه هتساعد على التخطيط البدني وتخفيف تخطيط برامج الاستشفاء للعيبه، مما هيؤدي لتقليل الاصابات او الحد من خطر الاصابات للعيبه. فبالتالي اللعيبه بدنيا هتبقى اقوى، الاستشفاء بتاعها هيبقى احسن، فهتحافظ على لياقه ومستوى لعيبتك البدني على مستوى وفترات اطول. وعلى فكره النظام دوت النادي الاهلي الوحيد او اول نادي بيطبقه في الشرق الاوسط بالكامل وافريقيا. فبالتالي النادي الاهلي بيسبق بخطواته وبيروح في حته تانية زي اكبر انديه اوروبا اللي هي بتطبق نفس الانظمه والاستشفاء. تلاقي لعيبه كتيره بتتبع انظمه متطوره، يعني كريستيانو رونالدو على سبيل المثال. كريستيانو وضعه مختلف، لعيب عنده 39 سنه وقرب الراجل على ال 40 وما شاء الله الله اكبر. بيتبع نظام غذائي معين بنظام استشفاء معين وبيستخدم التقنيات دي. فالنادي الاهلي مع سبيشال جروب تعاون مثمر وهيبان بسرعه تاثيره على لاعيبتها ولاعيبه النادي الاهلي وادائهم.
احمد فتوح النهارده طلع بكفاله 50,000 جنيه على ان يتم المحاكمه النهائيه والبت النهائي في بعد سماع الشهود والاقوال تقرير الطب الشرعي. يوم 22/10 هيكون الحكم النهائي. وبيان صدر من مجلس اداره نادي الزمالك او متحدث رسمي نادي الزمالك ان فتوح بعد خروجه حتى مش في حسابات الجهاز الفني لمباراه السوبر مع النادي الاهلي. فبالتالي ملف فتوح مش هيحسم الا بعد البت او القرار النهائي من القضاء في قضيته رسميا، ايا كان القرار بقى، سواء هيكون عليه حكم او حبس او غرامه. لسه الامور هتبان 22/10، فموقف فتوح لسه مؤجل. دلوقتي عندنا بقى ازمه كبيره، ازمه كبيره 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 في الدوري. ايه الازمه وايه التفصيله؟ كان في مقترحات ان الدوري لازم يتعدل عشان ما يفضلش بنفس الطريق والسكه بتاعته ويطول مع ضغوطه المباريات والكلام ده كله. كان المفروض الدوري يتعمل او يبتدي الدوري يوم 15/10 على المقترحات كلها ايا كان النظام. اول حاجه واول ازمه هتقابلك بعيدا عن الدوري هيبقى شكله ازاي. انت عندك ماتش موريتانيا هنا في استاد القاهره يوم 11 والعوده غالبا هتبقى يوم 15. يعني انت مش هينفع تبتدي الدوري. طيب خد كده السوبر المصري، الاهلي بيراميدز الزمالك المفروض يرجعوا بعد كده من المنتخب يطلعوا على السوبر المصري في الامارات. ما شاء الله تبارك الله. هتلعب الدوري ازاي؟ هتلعب الدوري بسم الله الرحمن الرحيم الجوله الاولى مؤجلات للاهلي وبيراميدز والزمالك من الدوري ومعاهم سيراميكا. هتاجل الدوري بمؤجلات 4 فرق ما شاء الله. طيب دوري في فرق كتيره من فرق اللي هي صراحه اللي هي وسط الجدول وما اقل. الفرق دي كلها رافضه ان الدوري يتعدل. اولا ما بتلعبش افريقيا، مش فارق معاها حاجه، بتقدر تعوض عندها نفس اطول، تلعب مده اكبر فبتاخد رعايه اكتر، تفاصيل كتيره تقدر تعوض في يناير. فهم رافضين اي انظمه او اي تعديلات على الدوري. فبالتالي عندك الانديه ديت اول حاجه رافضه اي تعديل على نظام الدوري. عايزين الدوري بالنظام الكلاسيكي بتاعنا بالتفاصيل بتاعته، عايزينه بعبله بمشاكله بدنيته. طب ايه التسريبات؟ في تسريب لسه حالا من دقايق، التسريب ده بيقول ان نظام الدوري هيكون كالاتي. الدور الاول هيتلعب بالنظام العادي جدا ونظام النقط. هيتلعب الدور الاول كل الفرق هتلاعب بعض بنظام الدور الاول. طب هيخلص الدور الاول او ال 18 او ال 17 مباراه لكل فريق، احنا عندنا 18 فريق في الدوري. الدور الثاني هيتلعب بشكل مختلف. التسع فرق الاولانيين مع بعض هيلعبوا والتسع فرق التانيين هيلعبوا على المراكز المتاخره من الدوري. يعني من الاول للتسع يصفوا مع بعض ومن العاشر لل 18 يصفوا مع بعض. من اول للتسع يصفوا مع بعض واللي يكسب الدوري يكسب الدوري منهم. والفرق اقل 3 فرق هيخسروا او اللي هيلعبوا مع بعض اقل 3 فرق هم اللي هيهبطوا. يبقى انت كده عملت الدوري بنظام مختلف، فقللت ضغط المباريات فجنبت الفرق اللي فوق تلعب مع اللي تحت. فبالتالي ما تفهمش لخبطه. واعتقد النظام ده هيلاقي رفض برضه من الانديه ويحصل مشاكل فيه، لان هو هيخلي الكومبيتيشن والمنافسه عاليه قوي ما بين الفرق اللي فوق. هيتلاعب بعض وهيبقى ضغط عالي. هيبقى انت عندك بقى ماتشات اهلي وزمالك وبيراميدز، وهتلاقي بقى فرق ايه ومودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا وفرق تقيله والمصري فرق تقيله بتخبط في بعض، والدوري اللي تحت هيبقى فرق اضعف بتخبط في بعض على الهبوط. فبالتالي الموضوع مش مقنع. يعني هو الموضوع كان محتاج صياغه احسن او يتلعب دوري استثنائي بشكل معين اشيك من كده او افضل من كده. يعني الموضوع محتاج مثلا هتلعب دوري من دور واحد بس على ملاعب محايده للانديه. الانديه الجماهيريه ممكن تقول لك طب لا، طب انا احط نفسي ليه انا ابقى في موقف هبوط وانا بخلص وسط جدول وضامن نفسي. دوشه كبيره وتفاصيل كتيره ما نعرفش اتحاد الكره هيودينا على فين. اتحاد المشاكل صراحه اللي ما بيحلش. المفروض يحصل انتخابات لرئاسه رابطه الانديه جديده، وطبعا الاستاذ ايمن الشراعي رئيس انبي داخل بقوه على الموضوع وعايز يدخل عشان تنظيم الدوري الجديد. مش فاهمين حاجه صراحه. الامور بتطول، الوقت بيضيق علينا خلاص. انت عندك دلوقتي السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك يوم 27. ترجع عندك مع المنتخب هيحتاج طبعا الكابتن حسام حسن 5 6 ايام قبليها معسكر زي ما بيطلب. فالماتش هيبقى يوم 11 اكتوبر، فهتلاقيه مجمع لعيبه من يوم 5 اكتوبر مثلا. يا دوبك يبتدي الراجل يجهز ويحفظ، مش هنقدر نقول حاجه طالما بيعمل نتائج. هتلاعب موريتانيا في استاد القاهره، المفروض ترجع بقى 15 على موريتانيا تلعب مع موريتانيا هناك. امور صعبه على بدايه الدوري يوم 15. ترجع عندك بقى السوبر المصري بعديها اللعيبه المطوش هتيجي يومين اللعيبه تبقى موجوده وبعد كده تطلع على الامارات تلعب السوبر. امور صعبه وربنا يسترها معانا. الكره المصريه في اسوا حالاتها على التنظيم، وفي فرق كبير تنظيميا ما بين الفرق المصريه عامه او الدوري المصري بشكل عام واداره اتحاد الكوره. وكل الدوريات اللي حوالينا اتلعبت وبدات ومنظمه وزي الفل والدنيا تمام. الموضوع مش كيمياء. لو كيمياء ما كانش كل الدوريات اللي حوالينا ديت بقت منظمه وماشيه وعندها نفس الاحداث
ونفس التفاصيل، بالعكس انت عندك دول اوروبا بتلعب اكتر واصعب. في نهايه الحلقه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.